رسلان سمير كنجور هو اسم الجني الذي سيروي لنا في هذا الفيديو أسرار لأول مرة ستسمعها عن عالم الجن. كيف هو شكلهم وكيف يعيشون؟ هل يمكن رؤيتهم؟ وماذا يأكلون؟ أسرار لأول مرة ستسمعها عن عرش إبليس وشكله ومكان تواجده. وسيروي لنا أيضا أسرارا حول المخلوقات الفضائية وسكان مثلث برمودا وعن حكومات العالم وخطط أمريكا في مثلث برمودا والمزيد من الأسرار التي ستسمعها للمرة الأولى من جني مسلم. لهذا لايك واشترك في القناة ويلا نبدأ. رسلان سمير كنجور هو جني يبلغ من العمر 180 سنة من أصول هندية. كان مسيحيا وبعد أن دخل الإسلام غير اسمه إلى مصطفى كنجور. كان أميرا وذو صيت ومهاب وقد أسلم معه الكثيرون منهم 10,000 جني من حرسه وحاشيته. مصطفى كان قد تلبس أحد الأشخاص لحمايته من مجموعة كفار الجن كانت تحيط به وتريد أذيته. وقد استغل صحفي الفرصة، قرر أن يستجوب هذا الجني ويطرح عليه عدة أسئلة محيرة كان أولها عن شكل الجن. فأجاب الجني مصطفى أن تصورات الإنس وتخيلاتهم عن شكلهم هي تصورات مغلوطة ويحزن بعض الجن المسلم لذلك، وقال أن الإنس يعتقد خطأ أن الجن شكله مرعب ووجهه مفزع وله ديل طويل وقرون كالحيوانات، وكل هذا لا أساس له من الصحة وإنما هو من وهم الإنسان. فرد الصحفي أن الجن قد يكون المسؤول عن هذه الصورة وأنه على مر التاريخ يتشكل للإنسان في صور مرعبة قصد تخويفه. رد الجني مصطفى: ربما كلامك صحيح، لكن البشر بالغوا في تصوراتهم وكثيرا ما يكذبون، ثم إن الشيطان هو المسخ سيء الشكل على عكس الجن المسلم يحسن الله هيئته. فرد الصحفي: إذن ما هو شكل الجن الحقيقي؟ رد الجني: أشكالنا التي خلقنا الله عليها لا تختلف كثيرا عن أشكالكم أنتم البشر فيما عدا بعض الفروقات البسيطة. فالرأس عندنا أكبر قليلا مقارنة بأجسامنا وعيوننا طويلة على عكس أعين البشر العريضة. ويوجد من الجن من عيونهم طويلة باستقامة ومن عيونهم طويلة بانحراف، بالإضافة إلى أن أعيننا ليست ضيقة مثلكم بل عريضة واسعة كعيون الغزال لكن بالشكل الطولي. رد الصحفي: فماذا عن أيديكم وأرجلكم؟ كيف هي شكلها؟ فرد مصطفى: إنها تشبه أيدي البشر غير أن أذرعنا طويلة جدا بالنسبة لأجسامنا وأظفارنا وأصابعنا أيضا طويلة. وسبحان الله نفس التصورات تقريبا الموجودة لدى الكثيرين حول الجن، بل نفس التصورات التي قد نجدها في بعض الروايات وبعض الكتب القديمة وحتى بعض من أفلام الرعب. فسأل الصحفي مجددا وقال: هل الجن يمتلك جهاز هضمي وقلب ورئة ومعدة وأمعاء مثل البشر؟ وكانت الإجابة صادمة وتركتني في دهشة كبيرة، حيث قال أن جهازهم العظمي أو الهيكل العظمي الخاص بالجن تقريبا مثل البشر غير أنه مرن بشكل لا يمكن تخيله. وجهازنا الهضمي أي المعدة والأمعاء فيهضم الطعام، وطعامنا في الغالب عبارة عن عظام ويخرج الفضلات على هيئة بخار. أما البول فهو أيضا بخاري، وأن الشياطين ترمي فضلاتها في أذن المسلم الذي لا يذكر الله عند نومه، وأن أعضاءنا التناسلية مثل أعضاء البشر، وأن رجالنا مثل رجال الإنس ونساءنا مثل نساء الإنس. اندهش الصحفي من الإجابة وسأله مجددا: يوجد حديث نبوي يقول أن الشمس تشرق بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، فهل لكم قرون أم ماذا؟ رد مصطفى: هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحقيقة، فلكل جان قرنان ولكن قرنان ضئيلان الحجم ليس كما يتصورهم البشر. مجددا الصحفي يطرح سؤال محير ويقول: وماذا عن ألوانكم؟ هل تلبسون ثياب؟ وما هو شكل لسانكم وأسنانكم؟ وماذا تلبسون في أقدامكم؟ أريد معرفة التفاصيل. فرد الجني قائلا: بالنسبة لألواننا فهي تماما مثل ألوانكم غير أن الغالبية منا أسود البشرة. أما الملابس فنساء الجن يرتدون النقاب ومحجبات مثلكم، والرجال أغلبهم يرتدي العبايات ويحبون اللون الأسود والأحمر. أما لساننا فهو صغير لكن أسناننا كبيرة وضخمة جدا وطويلة نوعا ما مقارنة بأسنان الإنسان. أما عن نعالنا فنرتدي أحذية مصنوعة من ورق البردي الذي كان الفراعنة يكتبون عليه. أما الشياطين فهي ترتدي حذاء واحد في الرجل اليسرى. رد الصحفي: ولماذا لا نراكم إذن؟ قال مصطفى: إنه أمر طبيعي لأن جسمنا بأصله ناري هوائي شفاف ولا يمكن رؤيته إلا في حالات نادرة مثل تشكلنا بجسم مادي يستطيع البشر رؤيته أو عند شرب أحدهم لماء مسحور. وقال الجني: لديكم رأي بأن من قال إنني رأيت الجن لا تقبل شهادته أو ترد شهادته، وهذا قول الشافعي، ولكن ما أخبر به الله عز وجل أنه لا ينبغي الرؤية، إنما يعني أن هذا هو الأصل الذي عليه الخلقة التي أرادها الله، وهو الشيء الطبيعي الذي يتناسب مع طبيعة أجسامنا التي كونها الله. فنحن عالم أراد الله له أن لا يرى من عالم الإنس إلا في حالات خاصة جدا. فرد الصحفي: وما هذه الحالات الخاصة؟ فقال الجني: كما قلت لك سابقا هناك حالتين، في حالة التشكل وفي حالة شرب الإنسان لماء مسحور. الحالة الثالثة هي إذا أراد الجن ذلك وتوفرت أحوال وظروف معينة تعينه على ذلك. فسأله الصحفي: هل لا توضح أكثر؟ قال:
إن الله سبحانه وتعالى منحنا القدرة على التشكل في أي صورة من الصور كما جاء في سورة الأنفال. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم قال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. هذا دليل على أن إبليس وهو من الجن تشكل في صورة رجل مما أمكن من رؤيته ومخاطبته، بل وضع يديه في يد إنسي تعاهدا على التعاون. وهناك حالة أخرى غير الحالات الثلاث، وهي أنه هناك من يبيع نفسه للشيطان ويحاول من خلال السحر والشعوذة أن يسيطر على أحدهم، ومنهم من ينجح في سقي ضحيته بماء مسحور فيصبح بدنه مغناطيسيا يجذب الشياطين إلى البدن ويصبح كمرمى بدون حارس تدخل إليه الشياطين وتخرج كما تشاء. كما أن الماء المسحور يمنح بصر الإنسان قدرات غريبة تمكنه من رؤيتنا وسمعنا. الشيطان جني وليس كل جني شيطان، فإبليس أبو الشياطين تزوج امرأة جنية تؤمن بأفكاره الخبيثة ونجبوا نسلا معروف باسم نسل إبليس ويسمون بالشياطين، وهم على صور وأشكال شتى وفي غالب الأحيان تكون مسخ وأشكالهم سيئة ومرعبة، ولهم مدن ومستعمرات في الصحاري والجبال والجزر النائية وعلى سطح مياه البحر. بل قد تندهش لو علمت أن كل طوائف الجن الغير المسلمين يعملون تحت راية إبليس لعنه الله، ويقنع كل فريق من الجن والشياطين بما هم عليه من أساليب خداعية وبأساليب خيالية. فرد الصحفي وكيف ذلك؟ فتوتر الجني مصطفى ورفض الإجابة قائلا هذا سر ولا أستطيع أن أخبرك بأي شيء. فسكت الجني قليلا وقال سأقول لك شيئا مهما لا يعرفه الكثير من البشر، أن إبليس لعنه الله له مملكة ضخمة ووزراء وحكومة ومدراء وإدارات كبيرة وله مندوبون كبار منهم 5 يجب أن تعرفهم وتحذر منهم. الأول اسمه تبر، وهو يأتي من يقع في ورطة أو مصيبة أو يموت له قريب أو ولد فيوسوس بلطم الخد والبكاء وإعلان الحرب على الله، وعلاجه أن تقول أعوذ بالله من الشيطان ثبر الرجيم وجنده وأبناؤه. والثاني اسمه داسم لعنه الله، وهو الذي يبذل جهده لتفريق الأزواج وتكريه كل في الآخر حتى يقع الطلاق، وهو أحب أبناء إبليس إلى قلبه في إدارته الكبيرة المتعددة. وعلاجه أن تقول أعوذ بالله من الشيطان داسم الرجيم وجنده وأبنائه. والثالث اسمه الأعور، وهو الذي يزين ما حرم الله من زنا وغيرها. والرابع اسمه مصوت، وهو مختص وإدارته بشؤون الكذب، بل يبلغ الجرأة به وبأبنائه إلى حد التشكل في صورة رجل ويجلس في مجلس ويفتري الكذب أو يطلق إشاعة ويرددها الناس دون تبصر. والخامس اسمه زرنبور، وهذا الشيطان يشرف على الأسواق في كل أنحاء العالم هو وأبنائه، وهم من وراء الغش والشجار والعراك والتشاتم والتقاتل. فتساءل الصحفي قائلا هل هؤلاء ال5 لا يزالون أحياء إلى يومنا هذا؟ رد الجني مصطفى نعم إنهم لا يزالون أحياء، فالجن معمر وأغلبنا يعيش مئات السنوات، ومنا من يعيش آلاف السنين، ومنا من لا يموت حتى قيام الساعة مثل إبليس. فتساءل الصحفي عن عمر الجني مصطفى، وهنا صمت مصطفى مجددا وبدأ ينظر في عيني الصحفي كمن يريد قراءة شيء ما. ظل هكذا فبدأ شعور الخوف يدخل إلى قلب الصحفي فكرر السؤال، فرد مصطفى أقسم بالله أنك لن تضرني. فرد الصحفي بدهشة وأقسم. فرد الجني مصطفى أنا أعتبر بمقياس الإنس كمن عمره 15 عاما أو 17 عاما. فرد الصحفي لا أنا أريد عمرك الحقيقي أعني بمقياس الجن. رد مصطفى عمري 180 سنة وهو بمقياس الجن عمر الصبا أو الشباب. فسأله الصحفي وماذا عن والدك ألا يزال حيا؟ رد مصطفى لا لقد هلك في معركة وشجار كبير نشب بينه وبين ساعده الأيمن وكان اسمه هود وموته كان عن 1000 سنة. أما جدي الكبير فقد كان يسترق السماء فأتبعه شهاب ثاقب أهلكه ومات عن عمر يناهز آلاف السنين. تساءل الصحفي مجددا عن عمر الجد بالضبط قائلا أتعرف عمره بالتحديد؟ رد مصطفى لا أعرف عمره بالتحديد لكنه من المعمرين الكبار. عزيزي المشاهد الحوار مع الجني مصطفى لن ينتهي بعد، وما سمعته إلى الآن ليس إلا القليل مما ستسمعه في الجزء الثاني من الفيديو. أسئلة أخرى شيقة حول السر الغامض وراء اختفاء الطائرات والسفن في مثلث برمودا، وأسرار حول ما تقوم به أمريكا، وحقيقة منطقة فرموزة مكان عرش إبليس والمخلوقات الفضائية والأكوان المتعددة والمزيد. كل هذا سنتعرف عليه في الجزء الثاني، فاشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك الإشعار. وريت ما يجهز الجزء الثاني شاهد هذا الفيديو.